مع أن العبادات لا تؤخذ إلا من أصح الأقوال، بل لا يحتج على العبادة بالضعيف الموضوع. لا يحتج بالعبادة بالضعيف الموضوع. إيش دخل العبادة؟ لا يحتج بالعقيدة بالضعيف الموضوع. خوارج السلفية الوهابية يستندون في عقائدهم بالضعيف والموضوع في العقيدة، ويأتيه إلى مسائل في الفقهية، مسائل السنن النبوية، يقول لك لا يحتج بالضعيف والموضوع. هو الموضوع لا يحتج به جملة وتفصيلا، لا في الفقه ولا في العقيدة. أنا أكلمك، أنا أقول لك أنا لا يحتج بالموضوع. أما الضعيف فيحتج به في فضائل الأعمال، في مسائل الفقه، مسائل فقهية جائز أو غير جائز، يحتج بالحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف أصلا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختل فيه شرط من شروط الصحة فقط. لكن ما تستطيع أن تقول أن هذا الحديث لم يرد عن رسول الله أبدا، بل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتبجح لك أنه ما خوارج السلفية اعتمدوا في عقائدهم الحديث الموضوع والشاذ والمعلول والمضطرب في العقيدة، كحديث الجارية الذي هو في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم لكنه حديث مضطرب، والحديث المضطرب قسم من أنواع الحديث الضعيف. يقول لك نحن كذب. لكن الشرك الذي جعل لله ندا هو الذي يقول المدد يا رسول الله. ليش؟ لأن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين كان على هذه الأرض التي تقف عليها يربط على بطنه حجرين من الجوع، وكان يقول من يكرم ضيفي وله الجنة، وكان عليه الصلاة والسلام ضرب في أحد وشج رأسه وكسر رباعيته وسال الدماء الطاهرة على وجهه وهو ما استطاع أن يمد نفسه، بل كان يقول لابنته فاطمة بضعة رسول الله سليني من مالي لا أغني عنك من الله. من يقول مدد يا رسول الله هذا كأنه جعل لله ندان. أين هذا الكلام؟ والعياذ بالله. إيش هذا الفسق؟ إيش هذا الفجور؟ إيش هذه الزندقة؟ هذا الكلام من فين؟ هل هو وحي الآن نزل لك يا خارجي يا وهابي؟ مدد يا رسول الله أي أطلب المساعدة منك يا رسول الله. إيش دخل هذا بأنك تجعل لله ندان؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب المساعدة من كثير من الصحابة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يجوع لكنه مع ذلك خرج وذهب لطلب المساعدة، ذهب إلى السيدة فاطمة ولقيه سيدنا الإمام أبو بكر وسيدنا عمر، ما أخرجهما؟ قال والله ما أخرجنا إلا ما أخرجك يا رسول الله، وهو الجوع. تعالوا فين راحوا؟ يستغيثون بمن؟ بالسيدة فاطمة. يعني الاستغاثة هي طلب المساعدة، فذهبوا لطلب المساعدة من السيدة فاطمة ليجدون عندها أكل لقمة. هذه هي الاستغاثة. إيش دخل إلى طلب المدد؟ يا ومعتصما ومحمدا. الصحابة كانوا في إحدى الحروب كان شعارهم ومحمدا، استغاثة، طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الكذب يا خوارج السلفية الوهابية؟ ليش الأكاذيب؟ ليش الخلط؟ لماذا تكذبون على الناس؟ هل تظنون على أن نصرة مذهبكم سيكون بالأكاذيب والأغاليط؟ كلما كذبتم والله كلما لعنتم وطردتم من رحمة الله وفضحكم الله على الملأ. فلسنا أفضل من ابنة فاطمة حتى نسأل المدد، ولا أفضل من صحابة الذين أهل الصفة كانوا يتلوون من الجوع وكان يبكي الحبيب حزنا عليهم ما كان يستطيع أن يطعمهم عليه الصلاة والسلام. والعياذ بالله. تنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي ورد في صحيح البخاري أن جميع الأمم، مش أمة رسول الله، جميع الأمم يستغيثون بآدم نفسي نفسي، بسيدنا إبراهيم نفسي نفسي، سيدنا موسى نفسي نفسي، سيدنا إبراهيم عيسى نفسي نفسي، حتى يأتون فيستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيغيثهم، يقول لهم أنا لها يوم القيامة، الذي ذلك اليوم الذي خلاص ما يعني الأصل أنه ما يطلب الإغاثة والإعانة إلا من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك جعله الله غياثا للأمة في ذلك اليوم، ما بالك بعالم الدنيا. وهذا الحديث في صحيح البخاري. لا يغني لك من الحق شيء. إيش دخل هذا في هذا يا ابني؟ يا ابني لا تخلط أن الإنسان أنا لا أغني لك من الحق شيئا، لكن الله تبارك وتعالى جعلني سببا لأساعدك. تعال استغيث بي، استعن بي. هل سأغيثك؟ أكيد سأغيثك. جعلني الله تبارك وتعالى سبب في إغاثتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو غياث هذه الأمة بأمر الله تبارك وتعالى. فلا يكون الأمر مسألة ند لله تبارك وتعالى إلا حينما تقول على أن هذا منفصل عن أمر الله وعن توفيق الله. هل يغيثك بأمر الله أم من دون الله؟ لا، بأمر الله. إذن هذا توحيد. من دون الله كفر وشرك. حينما أقول أنا أقول لك أنا سأغيثك، أنا سأعينك، هل ستعينني بأمر الله؟ أقول لك نعم بأمر الله تبارك وتعالى، ما أنا إلا سبب. هذا توحيد. لكن إذا قلت لك أنا سأغيثك وسأعينك من دون الله،
من أنت؟ والعياذ بالله هذا كفر. حينما تقول على أنك أنت الذي ستغيث حقيقة، يعني تنفي أن الله تبارك وتعالى له صلة بإغاثتك وإعانتك وطلب المدد منه سبحانه وتعالى، نقول لك هنا كفر وشرك. إنما الكل من الله تبارك وتعالى، وما الخلق والعباد إلا أسباب. يعطي لك بعض النصوص يقول لك ما يستطيع أن يغيثهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان حينما جاء إلى أم معبد وحلب الشاة التي يعني لها سنين تقريبا خلاص ما تحلب، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء زوجها وحكت له القصة قالت له هذا رجل مبارك. هذا النبي يقول لك اللي كان يربط ما يستطيع يفعل شيء، ما يستطيع يفعل شيء. حلب الشاة التي ما حلبت لها سنوات، وكفت الحليب هذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأم معبد ومن معها ولم يخلص، يعني ما زال كما هو في الإناء. بركة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع يده في إناء وسمى الله تبارك وتعالى بارك الله فيما داخل الإناء. الصحابة كانوا يشربون الماء أو اللبن من يد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقص منه شيء. ليش الخلط؟ ليش الكذب على الناس؟ ليش تمزج هذا بهذا؟ النبي وضع حجرا على بطنه من أجل يعلم الناس، لأن النبي مشرع، من أجل أن يحدث هناك أحكام فقهية سنن، من أجل الناس تتعظ، من أجل الناس تعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاع وشبع. لكن هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع بأمر الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن يكون أغنى الأغنياء. لن يجوع أبدا، يستطيع كان ألا يجوع أبدا نهائيا. الله تبارك وتعالى عرض له أن يكون جبل أحد كله ذهب فأعرض عنه. فالدعاء إياك نعبد وإياك نستعين لا نصرفها إلا لمن خلقنا. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد حقيقة، نستعين حقيقة، لكن لا دخل أن فاستعينوا بفلان. من استعان، من أعان أخاه، من أغاث ملهوفا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة، هذه كلها لا دخل لها بمسألة الاستعانة بالله، لأن الاستعانة بالله على الحقيقة والاستعانة بالخلق على المجاز. فاستغاثه الذي من شيعته. إذا انفلتت دابة أحدكم، إذا ضاعت دابة أحدكم في أرض فلينادي يا عباد الله أغيثوني، ما قال يا الله، لا، يا عباد الله أغيثوني ساعدوني. ليش الخلط يا خوارج السلفية الوهابية؟ ليش تخلط بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد؟ ليش تخلط؟ ليش تعصيد؟ ما هو حق لله تبارك وتعالى في مسألة العبادة، في مسألة الاستعانة، في مسألة الاستغاثة، في مسألة طلب المساعدة، وما هو حق للخلق. نطلب من الخلق، نستعين بالخلق، نستغيث بالخلق، نطلب المساعدة من الخلق، لكن بأمر الله تبارك وتعالى، بتوفيق من الله تبارك وتعالى.